السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي، يا رب كلكم تكونوا بخير. لما أحب أعمل دايت وما أكلش أي شيء، لا سكر ولا نشويات ولا دقيق ولا معجنات ولا نشويات، فبعمل الأكلة التحفة دي. لما الشتاء بتهل روايحها وتهل نسيم الشتاء بحب أعمل الأكلة دي. طيب الأكلة دي عبارة، ده طبق شعرية بالبليلة بسلايز اللوز وعين الجمل، ودي بليلة سادة تماما لكن مزينة بالكاجو وبعين الجمل، وده معمر البليلة. يعني ايه معمر البليلة؟ يعني طاجن. عايزة اوريكي بليلة في الفرن بالقشطة، يا سلام، حاجة خيال، لازم تجربيها. طيب ايه مقاديرها؟ ايه طريقتها؟ ايه توصيف الخطوات عشان تطلع لي بالجمال والحلاوه دي؟ ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا القناه، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. محتاجه قمح طبعا متنقي ونضيف جدا، ولو متاح اللي من غير قشره يكون افضل. بستخدم الاكله دي لما بكون مش عايزه اكل سكر ولا رز ولا عيش ولا نشويات نهائي. بستخدم الاكله دي لما بكون عايزه اكل حاجه حلوه لكن سعراتها مظبوطه. لكن على طريقه مطبخ اكله وسهريه اكيد البليله مختلفه تماما. طيب ده حوالي نص كيلو من القمح، هغسله 10 مرات تحت الحنفيه، اغسله كويس جدا وبعدين هنكمل الوصفه مع بعض. حله على النار، هضيف فيها معلقتين من السكر، انا عايزه اطعم البليله. هضيف عليها كيس من الفانيليا، التطعيمه دي بتفرق في نكهه البليله، بتخلي طعمها حلو قوي. اقل من ربع معلقه ملح. بعد ما غسلت القمح هضيفه على الميه وهسيبه يغلي، وتغلي 5 دقايق. اول ما تبدا تغلي هبدا ارفع الريم اللي موجود عليها، بلاش تغطيها، دي اسرع طريقه للتسويه. كل ما هتغلي هشيل الريم بالشكل ده، بلاش تغطي عليها، هسيبيها لحد ما تستوي. هتقعد حوالي ساعه وهتكون استوت البليله. هي دي البليله استوت واتفتحت جدا وبقت ريحتها حلوه قوي من الفانيليا والسكر، واستوت بالطريقه اللي انا محتاجاها بالشكل ده. هشيلها من على النار. نص كيلو من الحليب، هضيف عليه معلقتين من الكريم شانتيه، هضيف عليه معلقه من العسل، وطبعا لو حبيتي تضيفي سكر او تزودي سكر زي ما تحبي، لكن انا حباها صحيه من الالف للياء، مش عايزه فيها اي اضافات. وهنزل بالبليله على اللبن بالشكل ده واسيبهم يغلوا مع بعض. لكن من البليله دي انا هصنف كام نوع من البليله، بس هسيبها تغلي بعدين هنكمل الوصفه مع بعض. هشيل البليله على العين التانيه تغلي، وهحط طاسه احمر فيها شعريه. ما تستغربيش معايا على قناه مطبخ اكله وسهريه كل الوصفات مختلفه. معلقه من السمنه البلدي، هضيف معلقتين كبار من الشعريه واحمرهم بالزبده. اول ما تتحمر الشعريه بالشكل ده هنزل عليها بالبليله واللبن. هزود عليها نص كوبايه من الميه علشان الشعريه تستوي. الشعريه استوت مع البليله وشربت من الحليب، والريحه والطعم مع الكريم شانتيه والفانيليا خطيره جدا. اول طبق البليله بالشعريه متحمره في السمنه. عايزه اقولك
لك طبق مغذي جدا، طبق شتوي جدا، طبق يستحق التجربة. طبق تاني بليلة هنزينها بالمكسرات، وهتبقى بليلة تقليدية جدا من اللي احنا متعودين نعملها. لكن الجمال بقى لما تعملي البليلة طواجن في الفرن وتدخليها الفرن، وهتدخليها الفرن بإضافة تيست هيوديها في مكان تاني. معلقة من القشطة، ضيف عليها معلقة من الحليب، وهضيفها على بريمات البليلة كده، ودخليها الفرن واستمتعي بطعم البليلة بالقشطة في الفرن. يا سلام يا جماعة، يعني حاجة كده عاملة زي معمر البليلة. هدخلها الفرن تحت الشواية 10 دقايق. بليلة بالشعرية وسلايز اللوز وعين الجمل، بليلة بالحليب والكاجو وعين الجمل، معمر البليلة. وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو، يا رب اكون فدتك ولو بمعلومة بسيطة، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني كتير.